أنا الحقيقة شفتها قاسية ليس في العقوبة فقط، ولكن حتى في طريقة العقوبة. أنك ترسل للمدرب يوم مباراة مهمة جدا، العقوبة تتم يوم مباراة ثالثة ومهمة للمنتخب المغربي في كأس أفريقيا. أعتقد كأنه، خلينا نكون واضحين، احنا في برنامجنا نتحدث بصراحة وبوضوح، كأنه الحديث عن الكولسة وقوة المغرب في الاتحاد الإفريقي أصبح لها تأثير سلبي، والاتحاد الإفريقي كأنه يحاول أن يبعد تهمة غير موجودة عنه. والله عزيزي هيكل، أنا شخصيا أحترم قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأقدرها، هكذا هي تربيتي وهكذا هي أخلاقي. وفي نفس الوقت أنا أدعم بشكل مطلق كل الخطوات التي تقوم بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. سلكت مسطرة الاستئناف بروح رياضية بمستوى فكري عالي، برافو للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. قساوة هذا القرار أسعدني في جانب مهم، هو أنه كان بمثابة رد قاسي أيضا وأكثر قساوة أيضا على التافهين الذين يروجون بأن المغرب يتحكم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وهذا مهم لأن التاريخ لا يرحم، التاريخ يسجل المواقف النبيلة. اتهمونا بالتحكم وسرقوا منا العديد من الجوائز في أحسن اللاعبين بإفريقيا. أفظعها على الإطلاق بونو أفضل حارس ولا يوجد في التشكيلة المثالية. الآن يعاقب وليد الركراكي ولا يعاقب اللاعب، ومع ذلك قلنا أهلا وسهلا. ما يهمني بالمطلق وما يهمني بالأساس هو أن وليد الركراكي عليه أن يستفيد من هذا الدرس، وعليه أن يستحضر دائما أن مصلحة كرة القدم الوطنية ومصلحة المنتخب المغربي تقتضي منه الرزانة، التحكم. في قساوة هذا القرار أيضا أعطانا بأن داخل الطاقم التقني للفريق الوطني المغربي، وهذا جميل جدا أيضا، أعطانا بأن مساعدي وليد الركراكي في مستوى عالي، قادوا المقابلة بكفاءة كبيرة وكبيرة جدا. ولكن الأجمل يا عزيزي هيكل والأروع في هذه القساوة أيضا هي تلك الحركة الأخلاقية، الحركة التربوية، الحركة التضامنية للاعبين مع الناخب الوطني وليد الركراكي. وهنا أطرح السؤال بهذه البساطة، أقول أي أخلاق، أي تربية هاته، أي تضامن هاته؟ قدمتم درسا بقطر في علاقة وفي مكانة الأم، واليوم تقدم لأبنائنا درسا أيضا في التضامن والتعاقد والتآزر. شكرا لأسود الأطلس، كل الاحترام للاتحاد الإفريقي وكل المساندة أيضا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في كل خطواتها. شريف، أعتقد أن المنتخب المغربي لم يجد صعوبات في هذه البطولة إلى حد الآن، يجاري في المباريات وينتصر بنوع من السهولة رغم نتيجة 1-0، ولكن الحقيقة كانت في سيطرة واضحة للمنتخب المغربي. الاختبار الحقيقي سيبدأ أمام جنوب أفريقيا للمنتخب المغربي. مبارياته في دور المجموعات تحس ان هم عارفين حجم المباريات ومركزين وعارفين هم عايزين ايه من المباريات. فريق وصل لمرحله رابع عالم ونصف نهائي كاس عالم، فعارفين يعني خبره المباريات والتعامل مع الدور الاول. ما بذلوش مجهود كبير جدا، ما وروناش كل اللي عندهم في الدور الاول، لكن بدايه الاختبار الحقيقي للمنتخب المغربي، وان شاء الله يكون التوفيق حليفه امام المغرب ان شاء الله. نكمل مع ناصر البدوي ثم نمشي لمافيولا مع كابتن تمام حمدون. مافيولا الجولة الثالثة أو بعض مباريات الجولة الثالثة. كابتن ناصر البدوي، ألا ترى أن المغرب عندها شيء أيضا مهم جدا؟ نجوم المغرب كرويا، نحكي فنيا، لم يخونوا المغرب. زياش في أفضل حالاته شاهدنا مرابط، سفيان مرابط قدم مباراة من طراز رائع جدا، شاهدنا أناحي موجود، شاهدنا بونو موجود، تشوف محمد صالح، أشرف حكيمي، تشوف محمد صالح في مصر المباريات اللي لعبها لم يكن موجود ثم أصيب، يوسف المساكني لم يكن موجود. بالنسبه للمنتخب المغربي، ظهر لي المنتخب المغربي عنده اليات نتاع لعب ممتازه برشا، وكما كنت تحكي هيكل، انا بالنسبه لي انا المنتخب المغربي المباراه الصعيبه اللي هي ضد تنزانيا اللي انتصر فيها 3-0 هي مفتاح، على خاطر تعرف بعد النجاحات الكبيره نتاع كاس العالم هو يكون امتحان صعب للمنتخب المغربي، كان تألق فيه، نجح فيه، وانتصار كان مهم برشا. عن اليات اللعب بالنسبه للمنتخب المغربي ظهر لي موجوده كما كنت تحكي
تحكي انت نحكيو على حارس ممتاز، نحكيو على حكيمي، نحكيو على زياش، نحكيو على ملاعبيه عندهم امكانيات كبيره، وخاصه انه الحاجه اللي ناقصه بعض المنتخبات اللي خاصه يكونوا فيها نجوم كما صلاح وكما محرز، انه الملاعبيه ذوما الاداء نتاعهم ظهر لي قاعد من مباراه لمباراه قاعد يقنع، وهذيك الاضافه نتاع ملاعبي وقت اللي يمشي يلعب في المستويات العاليه ويعاود يجي للمنتخب نتاعو يعطي نفس الروح ونفس المردود باش الاضافه تكون موجوده